مفيش راجل بيعرف يمشي إلا لو بطل يحب. وتألمت جدا واستحملت جدا معاملة سيئة وإهمال وطولة لسان وإلى آخره، وفي الآخر سابها ومشي. وبعد كل اللي أنا استحملته ده سابني ليه؟ سابك ليه؟ سابك عشان ربنا سمع كلام انتي ما سمعتيهوش وما تقدريش تسمعيه. سابك علشان ربنا عارف حاجات انتي ما تعرفيهاش واخد القرار بدالك، لطف بيكي يمكن انتي ما كنتيش تقدري تعملي كده. سابك عشان ربنا سبحانه وتعالى اسمه السميع العليم. لو عايزة تعرفي هو سابك ليه، كان ممكن تقعدي وتتحملي أكتر من كده بكتير لحد ما تسيبوا بعض بشكل أسوأ، أو لحد ما انتي تنهاري نفسيا كبني آدم. فربنا سبحانه وتعالى اسمه السميع العليم، بيسمع ويعرف الحاجات اللي انتي ما بتعرفيهاش وبيلطف بيكي، فعشان كده بيخلي العلاقة تنتهي ساعات. أنا ما عنديش مشكلة إن انتي تبقي زعلانة أو متألمة على شخص كنتي فاكراه مناسب، بس عندي مشكلة ان انتي تبقي زعلانة على شخص فاكرة ان زعلك عليه مناسب، او فاكرة ان انتي بتزعلي على الشخص المناسب. فهمتي انا بقول ايه؟ ما عنديش مشكلة انك تتخيلي ان اكس اللي قدامك ده ما طلعش الشخص المناسب، بس عندي مشكلة ان وانتي بتعيطي تكوني بتعيطي عليه وفاكراه مناسب. هو مش مناسب، او كأنه مناسب. هو مش مناسب لانه مشي. مفيش راجل بيعرف يمشي الا لو بطل يحب. مفيش راجل بيعرف يطلق الا لما الجوازه بالنسبه له بتبقى انتهت. مفيش راجل بيعرف ينهي علاقه الا لما ما بيبقاش شايف الست او البنت اللي قدامه وبيعرف يحط نقطه. عشان كده الطلاق في ايديهم هم، قوامه معاهم هم. رب الخير ما بيجيبش الا الخير. سابك عشان تبقي احسن، سابك عشان تختاري راجل تاني، سابك عشان تبقي اجمل، سابك عشان تبقي انجح، سابك علشان تحبي راجل بجد، سابك عشان تتجوزي، سابك عشان تخلفي، سابك علشان كده. مش كفايه كده؟